السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في الوصفة تاع نهار اليوم. نواصلوا دائما مع الأطباق الرمضانية. الوصفة تاع اليوم راح تكون تكملة للوصفة اللي سبقت، يعني قلت لكم الكمية تاع الفيونداشي والبولياشي اللي بقات لي راح ندير بها وصفة وخرجت لي هذا الطبق الرائع. أول حاجة راح نبدا بها نوجد المرقة تاعي اللي درتها بالجلبانة. هنايا درت مغرف تاع زبدة مع شوية تاع زيت، حكمت مرسو تاع دجاج وقليته مليح. من بعد ضفت له حوالي حبة تاع بصل تكون متوسطة مرحية، نقليها مع هذاك الدجاج ونبقى نقلب يعني بهذه الطريقة. من بعد تبلتهم بشوية تاع ملح، شوية تاع فلفل كحل، وشوية تاع راس الحانوت. ما نساوش التحريك المستمر هكذا باش ما يتحرقناش هذاك البصل ويعطينا مرورية. في الاخير راح نضيف عود تاع قرفة، يعني في المرقة بيضاء لازم يكون العود تاع القرفة، ونضيف الكمية تاع الجلبانة اللي عندي. نبقى نقلب وهنايا نروح نمرق، يعني نمرقو جوست وين يتغطى ليه هذاك الدجاج، ونخليو لاصوص تاعنا طيب في غردها، يعني ما راحش تاخد وقت كبير، قيس ما يطيب لي هذاك الدجاج ونطفي عليها. نجو للدجاج اللي كان تبقى لي من وصفة تاع الرولي. كان فيه كيما سبق وقلت لكم صدر تاع نص صدر تاع دجاج، حبيبة تاع بصل، صفر تاع بيضة، ملح، فلفل كحل. يعني اللي حبت الوصفة بالتفصيل ترجع للفيديو اللي قبل هذا. زدت عليهم مغرف تاع فرينة ودخلتها مليح مليح. هنايا نروح ندهن يدي بشوية تاع زيت ونشكل كويرات باش يكونوا لي كامل حجم واحد. اللي تحب توزنهم توزنهم، بصح اللي عندها كيما يقول لك عينها ميزانها تشكل الكويرات ونحطوهم بجيه. نجو هنايا بعد ما نكملوا الكمية تاعنا كامل نشكلوها كويرات، نحكمو بالحبة وندهنوا يدينا يعني من الاول بالزيت هكذا باش ما يلصقناش في اليدين، ونشكلوا بهذه الطريقة، يعني نضغطوا الطريقة راهي موضحة، نضغطوا الحبة هذيك الكويرة تاعنا نضغطوا عليها مليح ونثقبوها في الوسط ونبداو نشكلوا ونسويو هذاك الوجه تاع لي دونتس تاعنا ولا كيما حبيتو تسميوهم. وهكذا نكملوا كامل، يعني بهذه الطريقة نكملوا الكمية اللي عندنا. واش ندير، نروح نحطهم في الكونجيلاتور يحكموا روحهم هكذا باش تجينا الخدمة سهلة كي نبداو قبل ما نبداو نقليوهم. الكمية اللي كانت بقات لي من الفيونداشي راهي قدامكم، ما زدت لها والو، يعني كيما راهي خليتها ديكونجلات وخدمتها مليح بيدي، عاودت عجنتها ورحت قسمتها على حبيبات تاع القرنون اللي عندي. كانوا عندي 4 حبيبات تاع قرنون، قسمت الكمية على 4 ورحت كيما يقول لك عمرت هادوك القرنونات اللي كاينين. ودرك كي نعمّر الحبّات اللي عندي نضغطو مليح، نضغطو مليح كيما راكم تشوفوا. وفي هادوك لي كوتي لازم كيما نقول لك بلا بوم تاع اليد نملسوهم هكذا باش نضمنوا باللي هاداك الفيونداشي ما يتسيباراناش على الحبّة تاعنا تاع القرنون. بهذه الطريقة يعني نضغطو مليح، يعني بلا ما ديروا البياض البيض، كاين اللي يدير بياض البيض بهذه الطريقة راح تضمنوا باللي ما يتحلولكمش وما يتسيباراوش في المرقة. كيما راكم تشوفوا هنا المرقة بعد ما طابت حكمت هادوك القرنونات اللي عندي، حطيتهم في هذيك لاصوص، غلقت على الكوكوطة 5 دقايق، يعني تمتم طابولي ما خداوليش وقت كبير. وهكذا الطبق تاعي راهو واجد، يعني شتو ما ياخدش بزاف الوقت. نروحوا لهادوك لي دونتس بعد ما تكونجلاو لي شويه. نحكم دركا نروح نجوزهم في شويه تاع فرينه. من بعد ما نجوزهم في فرينه نروح نجوزهم في البيض هنايا كنت تبلته بملح فلفل كحل. ونروحوا في الاخير نجوزوه في لاشابلور. انا كميه تاع لاشابلور ما كانتش عندي بزاف، لو كانت عندي بزاف كون عاودت مور ما درتهم في لاشابلور نعاود نفوتهم في البيض، نعاود نزيد نفوتهم في لاشابلور هكذا باش تجيني الحبة مقرمشة مليح مليح. هذه هي الطريقة، يعني ماهيش صعيبة، ماهيش حاجة كومبليكي. دوكا كي نكمل نوجدهم كامل، يعني نرمدهم في الفرينة والبيض ومن بعد في لاشابلور نوجدهم باش نروح نقليهم. الزيت تكون شوية، يعني ما تكونش كمية قليلة. نزيد على النار كي تسخن لي الزيت نروح نقص عليها ونحطهم يتقلاو هكذا باش يطيب لي الدجاج من الداخل.
راكم تشوفوا الشكل يجي متحوف. هنايا التحميرة كيما حبيتو، تحبوا تنقصوا من التحميرة يعني تحبوهم بيضة على هكا، القليان نتوما تحكموا فيه. بعد ما يتقلاو نصفيهم مليح من هذاك الزيت ونروح نقدمهم ونرافقهم مع الطبق تاعي، يعني صدقوني يجوا ولا اروع. المره الجايه راح نديرها لكم بفاخس واحده اخرى، نخليكم دوكا تسمعوا القرمشه. راكم تشوفوا جاو الله يبارك. هذه هي قدمتهم مع في الاخير مع الطبق تاعي وجا طبق ولا اروع. دوكا ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد ومع وصفه جديده. مع السلامه.